لو نفسك تعملي فطاير هشة وطرية زي القطن بطعم غني وشكل يشهي، يبقى الفيديو ده ليكي. النهاردة هنعمل سوا فطاير البريوش بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير تعقيد. خليكوا معايا خطوة بخطوة وهقول لكم كل الأسرار اللي هتخليها تنجح من أول مرة. يلا بينا على الفيديو نشوف الطريقة والمقادير. هنحط 4 كوبايات دقيق في مقدار نص كيلو، نص كيلو 4 كوبايات بالظبط، ومعلقة خميرة كبيرة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، وربع معلقة ملح، ونص كوباية سكر. كل دي المواد الجافة هنقلبها مع بعض وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. هنحط معلقة خل ونقلب زي ما انتوا شايفين، وهنحط معاهم 4 بيضات في درجة حرارة الغرفة، 1 2، وهنحط التالتة والرابعة. لو كان البيض صغير حطي 5 بيضات، البيض كبير حطي 4 بيضات، وهنقلب كله مع بعض. بعد كده هنحط نص كوباية لبن على مراحل، يعني هنعجن بالنص كوباية اللبن، مش هنحط مية خالص لحد ما نخلص النص كوباية اللبن. اكتفت ما كملتش النص خلاص يبقى ما نحطش لبن تاني، يعني ما نكملش، يعني ممكن تاخد النص كوباية الا معلقتين. هنقلب كده مع بعض لحد العجينة ما تتجانس مع بعض. بصوا هتبتدي تلزق في ايدي ازاي. انا عايزة العجينة ملزقة، انا مش عايزاها يابسة عشان تطلع معاكي فطاير هشة وزي القطن. بصوا ابتديت العجينة تبتدي تتلم ازاي وتبقى تبتدي تنعم. هنحط معاها نص كوباية زبدة برضو في حرارة الغرفة، وهنقلب وندعك كويس الزبدة مع العجينة لحد ما العجينة تشرب الزبدة خالص وتنعم في ايدك. هتبقى ناعمة جدا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. ابتدت بصوا تنعم ازاي وهتطلع تمط، يعني العجينة ناعمة ومطاطة من طراوتها، هتمط معاكي زي ما انتوا شايفين بالظبط. بصوا بتمط ازاي، انا مش عايزاها ناشفة خالص، بتلزق وبتمط زي ما انتوا شايفين. بصوا ابتدت تنعم ازاي. خلاص كده العجينة نعمت خالص. هنلم بقى الجوانب وهنغطيها ونسيبها تختمر في حوالي نص ساعة، لانها هتكمل خمارها او التخمير بتاعها لما نشكلها. بصوا خمرت ازاي ما شاء الله، فارت عشان طرية وبتلزق، فارت جدا وعملت فقاقيع كتيرة زي ما انتوا شايفين. هنهبط العجينة بالطريقة دي وهنبتدي نشكلها على الرخامة. هنفردها بالنشابة زي ما انتوا هيشوفوا دلوقتي. انا حطيت تحت دقيق وفوق دقيق عشان نعرف نفردها، لانها زي ما قلت لكم بتلزق. طبعا ما نكترش الدقيق عشان ما تشربش دقيق كتير. هنبتدي نفرد بقى العجينة زي ما انتوا شايفين، مستطيل بسمك حوالي 1.5 سنتي، يعني لا تخين السمك، لا تخين ولا رفيع، سمك معقول عشان تهيش معاكي العجينة وتبقى هشة وقطنية. لو رفعتيها هتنشف معاكي ومش هتبقى طرية. هنكون عاملين الكستر العادي اللي هو كستر ولبن وسكر. كستر ولبن وسكر. ما عندكيش كستر اعملي بنشا، مش يعني مش هنغلب، يا كستر يا نشا. بعد كده نسيبها لما تبرد الكستر، بعدين هنفرده على العجينة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده لحد ما نغطي العجينة كلها. هنكون محضرين بقى اي نوع فواكه مسكرة. انا عندي زبيب وقراصيا ومشمش، حطيتهم ال3. قطعي القراصيا قطع صغيرة والمشمشية قطع صغيرة، وابتدي افرشيها على العجينة والكستر. حطينا الزبيب وهنحطه دلوقتي المشمشية او المشمش المجفف، وبعدين هنحط القراصيا. يبقى زبيب، قراصيا،
مش او مشمشيه. لو ما عندكيش المكونات دي ممكن تجيبي الفواكه المسكره اللي من عند بائع خامات الحلويات اللي هي الملونه دي، ممكن تقضي الغرض. بس الصراحه الزبيب والمكونات اللي انا حطيتها دي بتدي طعم. ما عندكيش قراصيه، ما عندكيش مشمشيه او مشمش، اكتفي بالزبيب، وعندك زبيب اكتفي بالزبيب. خلصنا كده، هنبتدي نلف العجينه او المستطيل زي ما انتوا شايفين، زي السويسرو كده بالمنظر ده بالراحة، وهنضم علينا كده ونلف لحد ما نخلص لف العجينة كلها. هنجيب بقى سكينة حامية وهنقطع دواير حسب السمك اللي انت عايزاه. بصوا بقطع ازاي كده. خلاص العجينة قطعناها بالشكل ده، وهعملها لكم مرة تانية عشان تكون واضحة قدامكم بالطريقة دي. بس هنا انا مسرعة الفيديو علشان الفيديو ما بقاش طويل اكتر من لازم، وانا وضحت الطريقة في اول فردة. يعني اول فردة انا ما سرعتش، المرة دي انا مسرعة. اظن انتوا عرفتوا بتتعمل ازاي. هنفرد بالطريقة دي زي ما انتم شايفين بسرعة كده، وهنحط بقية الكاستر. النص كيلو عمل فطرتين، يعني مستطيلين. النص كيلو عمل مستطيلين، يعني هنقسم النص على 2 كده. هنعمل نفرد الكاستر عليه بالطريقة دي. بعد كده هنحط الزبيب والمشمش والقراصية زي ما انتم شايفين، وهنلفه زي الطريقة الأولى. يعني زي ما قلنا النص كيلو عمل مستطيلين، أو قسمناها على 2. هنلف برضو زي الطريقة الأولانية بالراحة كده. نلف ضيق الأول عشان ما تفتحش مننا، بعدين هنكمل لف المستطيل. هنقطعه برضو بنفس الطريقة. بس هنقطع سمك ازاي عشان تطلع، عشان ان انا لما بحطها في الصينية بفتحها بايدي زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. بصوا بفتحها ازاي بالمنظر ده، يعني ما بسيبهاش محطوطة زي ما هي، لا انا بفتحها بحيث ان الفواكه المسكرة كده تبان. بص انا بعمل ايه. الخطوة دي على فكرة مهمة اهي. خلاص كده يعتبر رصينا الصواني زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بقى لو في حتة فاضية في قلب دايرة من الدوائر ممكن نزودها بالفواكه المسكرة زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بقى نعملها بالبيض عليه شوية فانيليا ونسيبها تختمر، وهنحطها في الفرن على درجة 200 وهتطلع بالمنظر الجميل ده. وبكده نكون خلصنا فطاير البريوش الهشة. لو جربتي الوصفة اكتبي لي رأيك في التعليقات، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد. واشوفكم في وصفة جديدة، وخليكم دايما متابعين.